السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الدكتور أحمد عبد اللطيف الطبية، صحتك تهمنا. إن شاء الله هنتكلم في الفيديو بتاع النهاردة عن موضوع طلبوه بعض المتابعين معانا في أحباء القناة، اللي هو نتكلم عن مشكلة ارتجاع المريء وحل المشكلة بدي. هنتكلم يعني إيه كلمة ارتجاع المريء، يعني بنحس بإيه، إيه اللي بيحصل، طبيعة الحالة إيه. بعد كده هنتكلم عن الأعراض، وخصوصا الأعراض عند معظم الناس، وأعراض عند الأطفال بتبقى حاجة خاصة. ويا ترى إيه الأسباب اللي بتسبب أو بتسبب حدوث مشكلة الارتجاع بتاع المريء، وإيه هي العوامل اللي بتزود المشكلة أو المهيجات بتاعة الارتجاع عشان نتلاشاها، وإيه هي المشاكل اللي هتحصل لو ما احناش عالجنا الموضوع ده، يعني إيه المضاعفات اللي ممكن تحصل، وامتى نروح للطبيب، والطبيب هيشخص الحالة ازاي. وبعد كده هنتكلم عن طرق الوقاية وطرق العلاج المختلفة، سواء كان الحاجات الطبيعية والأكلات، دور الأكلات والمشروبات، ودور الأدوية، ودور الجراحة في بعض الحالات. هنركز على أفضل مشروب للارتجاع وأفضل عصير للارتجاع، خصوصا في شهر رمضان، لأن بيبقى يحصل ارتجاع ليه، بيحصل كتير في شهر رمضان عند كتير من الناس. هنتكلم برضك نشوف الوضع ده، والأكلات الممنوعة والأكلات المسموحة بالنسبة لمريض الارتجاع أو يحصل له ارتجاع، عشان نتغلب على المشكلة ديت. إيه تأثير الجوع، شرب المية، تأثير الزعل، الحاجات اللي هي مسموح بيها والحاجات الممنوعة ليها. نتمنى في البداية اللي ما عملش اشتراك في القناة رجاء يعمل اشتراك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك جميل وشيروه لأكتر عدد من حبايبكم واصحابكم وجروباتكم، واضغطوا على زر الجرس واضغطوا على الكل توصلكم كل اشعارات. كلمة ارتجاع المريء يعني معناها المفروض المريء متصل بالمعدة، وبيه صمام موجود في أسفل المريء بيفصل بين المريء والمعدة. الصمام ده المفروض بيتفتح لما في اتجاه واحد، يعني الأكل لما بناكل بينزل من المريء إلى المعدة وبعدين ما يرجعش له، المفروض لو الصمام ده طبيعي وبيشتغل بشكل كويس. إذا كان في مشكلة هيحصل الارتجاع، يعني معناها محتويات المعدة سواء كانت الأكل أو الحمض الزايد أو أي شيء منها هيرتد، هيطلع لفوق بعد غير عكس الاتجاه المفروض يمشي فيه في القناة الهضمية. فنتيجة الصمام ما بيقفلش اللي بين المريء والمعدة، فتحصل عملية الارتجاع ديت، وتحصل عملية الحموضة الشديدة والمشاكل والأعراض اللي هنتكلم عليها بعد شوية. دي بتكون حالة مزمنة عند بعض الناس. فدايما الشخص اللي بيحصل له المشكله ديت بيحس بحاجه موجوده ورا عظمه القص في النص هنا، في كان في حرقه شديده او حموضه جامده زي ما بيقول عليها. فممكن بتوصل للحلق بتاعه، وممكن تسبب احتقان للحلق، بتسبب التهاب للحنجرة، ويسبب له صعوبة في البلع، تسبب له كحة، تسبب له شعور بطعم حامض في الفم، بتسبب له ممكن طبعا نتيجة الارتجاع في الفم الالتهابات اللي بتحصل في اللثة والأسنان، ممكن تسبب ظهور النفس الكريه او ريحه نفس البق بتاعته تكون كريهه، ممكن تعمل له مشاكل في التنفس وضيق نفس كمان. وندور على السبب بتاع ضيق النفس في الجهاز التنفسي، ما فيش مشكله، انما المشكله جايه من المعده. فممكن تعمل حتى بتاثر على الحنجره وتعمل بحه في الصوت، ولو سبناها وما عالجناهاش فترات طويله بتحصل المشكله دي. ايه يا ترى المهيجات بتاعت الارتجاع ده؟ قلنا المشكله الصمام ده مش طبيعي، بيفتح نتيجه تلف الصمام، اللي هي العضله العصره اللي هي موجوده ما بين المريء وما بين المعده. المهيجات اللي ممكن تحصل للارتجاع حاجات كتيرة جدا، زي القلق والتوتر والاكتئاب، زي الأكل الوجبات الكبيرة كتيرة، يعني واحد بيملى بيعمل تخمة، يعني بياكل أكلات بكميات كبيرة، خصوصا في
الناس اللي بتاكل الأطعمة اللي فيها بهارات وشطة وأطعمة حارة وبعض المنتجات المعينة. كمان ممكن تناول المنتجات بتاعت الصلصة والطماطم والكاتشب والكلام ده كله، والأطعمة اللي هي فيها مقليات، فيها الزيت مقليات والسمنة والأطعمة الدسمة. كمان بعض أنواع من الشوكولاتات والمشروبات اللي فيها الكافيين زي الشاي والقهوة ممكن تعمل المشكلة ديت وتهيج الارتجاع بتاع المريء. كمان ممكن يكون القهوة والنعناع والمشروبات الغازية كمان ممكن تعمل المشكلة دي. كل الأطعمة اللي فيها دهون زايدة ممكن كمان تعمل نفس الشيء، زي مثلا منتجات الألبان اللي هي كاملة الدسم برضك ممكن تسبب المشكلة بتاعت الارتجاع أو بتزود المشكلة. طيب يا ترى لو سيبنا الارتجاع، طبعا قلنا الأسباب عوامل كمان الخطر بتاع الارتجاع، اللي هو الشخص يكون سمين يعني وفي وزن زايد كتير، أو الست تكون حامل وحصل زيادة في الوزن عندها، أو ممكن الشخص بيكون مدخن بتدخين والشرب كحوليات ممكن تحصل مشكلة. ممكن يكون في سبب طبي موجود اللي هو بيبقى يحصل فيه فتق في الحجاب الحاجز، يعني بفتحة موجودة في الحجاب الحاجز اللي هو ما بين الصدر والبطن، فجزء من المعدة بيطلع فوق في الفتق ده وممكن يحصل ارتجاع للحمض بسبب. كمان ممكن يكون من ضمن الأسباب ديت بعض أنواع من الأدوية اللي بناخدها اللي هي زي حاصلات ألفا، الأدوية اللي بتستخدم في علاجات بعض علاجات ارتفاع ضغط الدم، حاصلات قنوات الكالسيوم، وبعض الأدوية اللي هي مضادات الاكتئاب ومضادات الالتهابات النون سترويدال اللي هو زي البروفين والنابروكسين والكلام ده كله. دي ممكن كمان استمرار فيها ممكن تعمل المشكلة ديت وتهيج المعدة ويحصل الارتجاع المريء. كمان ممكن الشخص اللي هو بيبقى ينام على طول بعد الأكل مباشرة بيحصل له العملية ديت أكتر في بيحصل له أكتر. طبعا في شهر رمضان بيزيد لأن بتحصل أكتر من حاجة من المهيجات ديت بتبقى مع بعض، الأكل السمين، الأكل التقيل، الأكل المحمر، الأكل المشمر، الأكل اللي فيه حموضة زايدة، الأكل اللي بينام بعد الأكل مباشرة، اللي بيشرب غازيات وبيشرب مشروبات كافيين وقهوة بعد الأكل، اللي بينام على طول بعد الأكل. كل دي بتسبب المشكلة ديت في شهر رمضان لبعض الأفراد. طيب افرض ما عالجناش المشكلة دي تحصل ايه؟ والله ممكن تحصل مضاعفات. اللي هي المضاعفات اللي ممكن تحصل ليها طبعا ارتجاع الحمض من المعدة للمريء، هتعمل التهابات للمريء، وطبعا على مدى طويل بتحصل قرح للمريء وقرح في المعدة كمان وتبقى فيهم مشكلة. كمان ممكن تعمل تضييق للمريء لأنها تعمل ندوبات وتضيق للمريء، يبقى صعب إنه ياكل أكلات جامدة بعد كده. كمان ممكن يحصل مرض اسمه مرض برد، وممكن يحصل تحول سرطاني أو تحول لأورام وسرطانية للمريء تحصل له مشكلة. طيب فيه بعض الأعراض عند الأطفال بتبقى أكتر وبنحسها إنها مش موجود، لأن طبعا الطفل أحيانا ما يقدرش يعبر عن اللي بيشعر به خصوصا لما يكون صغير في السن، زي مثلا اللي هو القيء المتكرر، أو ممكن عصبية من غير حاجة، من غير مشاكل، أو ممكن يبقى في عنده كحة، أو ممكن يكون عنده زي أزمة الصدر، مشاكل تنفسية، زفير في الصدر، ممكن يكون فيه عنده بيبكي بدون سبب، طفل مش قادر يتكلم، مش قادر يعبر عن اللي فيه، انه حاسس بحرقة للطعام، او انه بياكل من اجل الطعام، بياكل او بيبكي عشان مش عاوز اكل، لان بيعرف ان ده ممكن تحصل له مشاكل. او طفل فترة ما بيكسبش وزن مع انه بياكل
وبيحصل له تجشؤ كتير مرات كتيرة. كمان طبعا عند الرضع بيبقى زيادة مرات الرضاعة وتغير الوضعية بتاعت الرضاعة نفسها، وزيادة التجشؤ، فرط التجشؤ أثناء الرضاعة ممكن تحصل لبعض الأطفال. طيب امتى بقى نستشير الطبيب، ويجب ان احنا نروح للطبيب؟ لما نتعرض لحكايه الحرقه ديت يومين او اكتر في الاسبوع، يعني بتتكرر لنا اكتر من مرتين 3 مرات في الاسبوع، او ممكن يكون كمان نحس بصعوبه في البلع بتاع الاكل او بلع السوائل حتى، إذا كانت طبعا بتحصل مشكلة بتاع المضاعفات بتاعتها، أو شخص بيحس دايما بغثيان أو تقيؤ مستمر أو قيء يرجع على طول، أو بيحصل فقد في الوزن مع إنه مش عامل نظام دايت ولا نظام رجيم. ممكن كمان استمرار المرض والامراض اللي بيشتكي منها برغم انه بياخد العلاجات بتاعته كويس والجرعات بتاعته كويسه. ممكن كمان فيه بقى يحصل نزيف في الجهاز الهضمي، ممكن يحصل قيء، والقيء يبقى فيه دم زي دم المطحون ده، او زي الشوكولاته المطحونه، او ممكن البراز ينزل فيه دم، وطبعا الدم بيبقى يحصل له هضم، فبيبقى لونه اسود طري 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 السول يعني. طبعا التشخيص، الطبيب بيشوف الأعراض، بيكشف على المريض، بيتكلم معاه، بيشوف بتحصل له المشكلة دي ازاي، بيستبعد حاجات تانية، بيستبعد تكون مشكلة جاية من القلب أو من الصدر، وبيتأكد إن هو من المعدة، فممكن يضطر إنه يعمل منظار للمعدة علشان يشوف إذا كان فيه الصمام ده مشكلة ولا فيه حاجة تانية موجودة، أو ممكن يعمل أشعة بالسينية بالبريم، بلعة بريم أو بولس يعني من الصبغة البيضة، علشان يشوف إيه اللي بيحصل والارتجاع بيحصل إزاي. كمان ممكن في التشخيص بتاعنا ان احنا بنراقب درجة الحموضة في المريء او بيقيس ضغط المريء، ودي في الحالات اللي الطبيب بيقرر ليها انه مفيش حل غير اجراء الجراحة، فبعملها قبل اجراء الجراحة عشان بتبقى حاجة كتير. طيب الوقاية والعلاج طبعا بنتلاشى الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها، فبينصح بتغيير نمط الحياة، ان احنا ما ننامش مباشرة بعد ما ناكل، على الأقل نقعد 3 ساعات لغاية لما يكون خلاص الأكل اتهضم ونزل في الأمعاء. كمان إن احنا ننام على جنبنا الشمال، إن احنا نقسم الوجبات بتاعتنا، بدل ما ناكل وجبات كبيرة وتقيلة نقسمها لوجبات صغيرة متكررة خلال اليوم. ما نلبسش ملابس ضيقة تضغط على المعدة بتاعتنا. نرفع المخدة بتاعتنا شوية 15 ل 25 سنتي. و وكمان لو عندنا سمنة بنحاول ان احنا نقلل الوزن بتاعنا، ونتجنب الأطعمة، الحاجات المنهيجات اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هو الكحول، الشوكولاتة، الأطعمة الدهنية، الأطعمة الحمضية، الأطعمة الغنية بالتوابل، نبطل تدخين، نبطل نشرب كحوليات كتيرة لبعض الناس. بعد كده ممكن ناخد أدوية بيوصفها الطبيب. أول حاجة من الأدوية 3 أنواع من الأدوية. دواء مضاد للحموضة مجرد بيعادل الحمض، زي جافسكون راس مثلا، أو الميوكوجيل أو ليبكوجيل أو كلام ده. كمان النوع الثاني من الأدوية اللي هو حصرات المستقبلات بتاعة H2، اللي هي مثبطات الإفراز، يعني حاجة بتقلل أو بتثبط أو بتخبط إفراز الحمض، ما يبقاش يفرز بكمية كتيرة. حصلت زي التجمت مثلا، أو ساميتidine.
تالت نوع اللي هو المثبطات بتاعة مضخة البروتون، يعني اللي هي بتهبط تكوين ال HCl نفسه، فزي الأوميبرازول والنابروبرازول والمجموعات اللي هي بتاعة مثبطات المضخة، وكمان محفزات الحركة بتاعة المعدة. طبعا مضادات الحموضة زي المالوكس، كمان زي الملانتا، طبعا اللابرازول اللي هي مثبطات دي. طبعا بعد كده لو ما استجابتش للحاجات ديت والحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها، فمضطر ان احنا نلجأ للجراحة في الحالات الشديدة او في حالات وجود المضاعفات. العملية الأساسية اللي هي عملية نيلسون، اللي هي لارتجاع المريء. وفي حاجة جديدة دلوقتي بيستخدموها، اللي هي استخدام جهاز اللينكس، اللي هو مجموعة ملفات بيثبتوها في المنطقة اللي موجودة ما بين المريء والمعدة، علشان تحافظ على الصمام ده يقفل وما ترجعش العصارة بتاعة المعدة إلى المريء. طيب، نيجي بعد كده نتكلم عن الأكلات والمشروبات والحاجات اللي هي كويسة والحاجات اللي ضارة. فأفضل مشروب للارتجاع اللي هو مشروب البابونج. طبعا بيقلل الأعراض بتاع الارتجاع، وبيقلل الألم في نهاية المريء أو الشعور بالحرقة بعد الأكل. وأفضل أكل لارتجاع المريء الأطعمة اللي هي قليلة الحموضة، اللي هي زي الشمام والبطيخ والموز والتفاح واللاجاس. طبعا الأطعمة العكس اللي هي الحمضيات زي البرتقال واليوسفي والجريب فروت والكلام ده كله بيزود الحموضة وبيزود المشكلة. الجوع ممكن يسبب ارتجاع المريء، ولذلك احنا بنقول في شهر رمضان بيحصل نتيجة تراكم الحمض بتاع المعدة، ومفيش صايم، مفيش أكل عشان الحمض ده يشتغل عليه ويكسر الأكل ده، فبيحصل تقلصات شديدة للمعدة نتيجة الشعور بالجوع، ممكن تسبب الارتجاع والغثيان عند الجوع. كمان ممكن القلق والزعل يزود خطر الإصابة بالارتجاع، وبيكون سبب له من خلال زيادة الأعراض بتاعة الحرقة والألم والارتجاع اللي بيحصل له. كمان ممكن طبعا البيبسي واليانسون والنعناع بيزود الأعراض، لأنها بتعمل على ارتخاء العضلة العصرة اللي هي ما بين المريء والمعدة، فممكن يخلي الحمض يرتجع. الأكلات الممنوعة الأطعمة الدهنية والمقليات واللحوم الحمراء، وخصوصا اللي فيها دهن. كمان الوجبات السريعة والأطعمة اللي فيها شطة وفلفل وبهارات والزيادة. النعناع زي ما احنا قلنا علشان بيرخي العضلة بتاعة الصمام، والبصل والثوم اللي بيعمل مشاكل وتهيج للجهاز الهضمي وارتجاع الحمض. والأطعمة اللي بتأثر على حركة العضلات في الجهاز الهضمي زي القهوة وبعض أنواع من السوائل. فطبعا البيبسي والكاكولا والحاجات دي كلها بتزود الأعراض بتاعتنا. طيب، كمان المية فايدتها ايه؟ المية بتخفف من الحموضة بتاعت المعدة، خصوصا لما تكون المية حرارتها معتدلة، ما ناخدش مية سخنة قوي، تكون حرارة عادية أو وسط. كمان الحليب اللي هو قليل الدسم أو خالي الدسم كويس. شاي الأعشاب اللي هو البابونج والشاي بتاع البابايا ده كويس قوي بالنسبة للحالة بتاعتنا. عصير الجزر ده ممتاز. مية جوز الهند كويس جدا. شاي العرقسوس وشاي الزنجبيل بيقللوا الغثيان وبيساعدوا في علاج الحالة وبيقللوا درجة الحموضة. كمان عصير الجزر زي ما احنا بنقول، والبيض المسلوق والدقيق الشوفان الطري، الاكلات اللي سهله الهضم ديت بتبقى من احسن اكلات بناخدها على الفطار في شهر رمضان عشان تمنع الارتجاع بتاع المريء. كمان في عندنا العسل، ممكن يعالج ارتجاع المريء. من اسباب الارتجاع اللي هو تلف الخلايا ونتيجة نشاط الجذور الحرة، فطبعا العسل فيه مضادات أكسدة بيطرد الجذور الحرة اللي بتدمر
الخلايا بتاعة الجهاز الهضمي، فبتقلل الالتهابات بتاع المريء، وله خصائص مضادة للالتهابات، فبيبطن خلايا المريء لوقت أطول ويحميها من الحمض المعدي اللي هو بسبب اللزوجة بتاعة العسل يعني. ممنوع طبعا القهوة والشاي والكحوليات والكلام ده كله اللي بتزود الحموضة. والمجهود كمان لو شخص بيعمل تمارين رياضية، فلو طعام قبل التمارين، ياكل الأكل قبل التمرين مش بعد التمرين، فالطعام بيتم هضمه بسرعة زي الكربوهيدرات المعقدة، وتجنب الارتجاع بتاع المريء. وكمان يتجنب انه وضعيه الاستلقاء لانها بتزود الارتجاع، ما ينامش على طول بعد التمرين وكده. تمارين البطن والشد البطن بتعمل، بيحس الشخص بتحسن في خلال 4 ل 12 أسبوع من أخذه للأدوية. والطبيب هو اللي بيحدد الجرعة وبيحدد المدة وبيظبط الجرعة بتاعته على حسب الشخص والتشخيص بتاعه. الأكلات المسموحة طبعا فيها عندنا الخضروات الطازة اللي هي ورق خضر، الفاكهة، الزنجبيل، الرمان اللي بيحموا جدار المعدة، والأطعمة اللي هي فيها أوميجا 3، أطعمة الأسماك الدهنية، وكمان الخبز والأطعمة الغنية بالألياف دي بتبقى كويسة، والزبادي اللي فيه بكتيريا كويس. اليانسون كمان بيساعد في علاج قرحة المعدة، وبتعمل طبقة بتحمي الأغشية المخاطية بتاعت بتسبب وتمنع أو بتخفف من ارتجاع المريء. كمان الموز بيخفف أعراض ارتجاع المريء. التفاح كويس قوي، برضك فيه كالسيوم ومغنيسيوم وبوتاسيوم، وبيعملوا توازن، طعام قلوي يوازن حمض المعدة، الموز والتفاح. والأطعمة اللي فيها مية كتيرة برضك زي الكرفس والخيار والخس كويس. كمان الرز المطبوخ فيه المية بيمتص السوائل وبيقلل التأثير الحمضي. الفاكهة الحمضية ممنوعة. المشروبات اللي هي بنستخدمها اللي هو زي الشمر وشاي البابايا وعصير البطاطا أو البطاطس وشاي الزنجبيل كويس قوي، بيخفف التشنج وبيخفف أعراض الحموضة. بكده يكون انتهينا من الفيديو بتاعنا النهارده. نرجو في البدايه اللي ما عملش اشتراك في القناه رجعنا نعمل اشتراك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك جميل وشيروه لاقتراحات من حبايبكم واصحابكم وجرباتكم، وضغطوا على زر الجرس وتعطوا توصلكم كل اشعاراتنا. ونتمنى الصحه والعافيه للجميع. واللي مشترك في القناه رجاء يعمل اشتراك، واكتبوا الاسئله اللي عاوزينها والمواضيع اللي عاوزينها، وان شاء الله نرد عليه. والسلام عليكم.